وتحت طلبكم بعد ما شاركت معكم هاد لامارك ديال الشامبو، واحد فيها كان زوين بزاف هو داك الخضر ديال الصبار، التنقيط تاعو كان زيد جيد. درت معكم المقارنه بينه وبين ديال الارغان اللي كانت نقطه هابطه. طلبتوا لي باش نشوف لكم باقي الانواع وما عليا ها لبيت الطلب ديالكم. راه كنحاول ما امكن نقرا لي كومونتير ديالكم نشوف شنو الحاجه اللي عليها الطلب، راه كنصور ليها فيديو. وما عليكم نتوما تدعموني بواحد جيم جوج على خاطركم والبارطاج باش هكا تعم الفائده. وعلى بركه الله نبداو لا فيديو ديالنا ديال نهار اليوم. هذا ديال الغسول، هذا معروف. انا غادي نسكاني معكم الكود بار ديالو باش نشوفوا التنقيط ديالو واش حتى هو زوين او لا. هذا التنقيط تاعو 7 الصراحه. التنقيط تاعو شويه خايب نيت. المشكل كما لقينا بحال داك البرتقالي ديال الارغان، نفس الماده اللي كتشكل خطر. ديك الماده الاولى يعني غادي نشوف لكم يعني التاثيرات تاعها شنو هي. ممكن يكون لنا قلنا الرجين مسبب الحساسيه، ايغيطون هيجين الجلده ديالنا. هذا المكون هذا كيتستعمل ككونسيرفاتور يعني كماده حافظه، تستعمل هكذا في المواد التجميليه وكيعادل التاثير ديال البارابين اللي مؤخرا راه ولا محظور في الاستعمال ديالو يعني في المنتوجات هكا التجميليه والى غير ذلك. من الاحسن اننا نتفاداو باش هكا نكونوا هانيين. غندوزو لهذا الاخر، هذا الكحل هذا التوجه عليه بزاف ديال التساؤلات. هذا بالحبه السوداء كما كتشوفوا لي كده الشعر الباهت. نشوفوا واش النقطه ديالته زوينه او لا. اللي بغاها كيستعملوا او اللي كيستعملوا بغا يتاكد من الجوده ديالته. تنقيط تواجد جيد 50 على 100. صراحه تنقيط زوين. ديك الماده الاولى اللي كتشكل قلنا خطر ما كايناش، هذه حاجه اللي مزيانه. صراحه لي شامبوان صعيب بزاف انا نلقاو شي واحد يكون زوين، خصوصا يعني في المواد اللي كتستعمل فيهم يعني لي سلفات دو صوديوم اللي كيداروا بزاف ديال المكونات يعني كدار باش تعطي ديك الرغوه الى غير ذلك، وهي اللي كيكون المشكل. المهم هذا النوع الكحل كما لاحظتوا راه جد جيد. غنشوفوا هذا اللي بالعسل واش التنقيط ديالو حتى هو مزيان او لا. كما غتشوفوا بعد ما تسكان الكود هذا الصراحه اكفس منهم كاملين. 0 على 100 في جوج ديال المكونات. الاولاني هو البيوتيل فينيل ميثيل بروبيونال. هاد الماده هذه ممكن تدلينا الالرجي يعني الحساسيه، ممكن تكون مهيجه للجلد، وكذلك كتعتبر من لي بيرتورباتور اندوكرينيان. هذه فقط عباره على واحد الماده كتعطينا ديك الريحه للبرودوي كما شفتوا راه بارفان الرجين يعني واحد الريحه كدينا الحساسيه. وقلنا انه بيرتورباتور اندوكرينيان يعني انه ممكن تسبب لنا في واحد الخلل الهرموني داخل الجسم، او انك تاثر لنا على الهرمونات ديالنا والتوازن ديالها داخل الجسم. غنشوفوا هذا النوع هذا اللي تقريبا نقرونا. التنقيط ديالو 28 على 100. شويه خاصو باش يكون مزيان، ولكن للاسف كتبقى نقطه شويه هابطه. المشكل اللي فيه بالنسبه لديك الماده اللي كنا هضرنا عليها كتعادل البارابين ما فيش. المشكل فقط هو الساليسيلات دو بنزيل، وباقي راه عنده واحد لو ريسك موديري يعني واحد التاثير اللي هو متوسط. ممكن يدير لنا لالرجي كما كتشوفوا، بيرتورباتور اندوكرينيان كما عاد دابا شرحت لكم. هاد لو بنزيل الساليسيلات كيتستعمل في الكوزميتيك قال لك اون طونك بارفان يعني حتى هو كرائحه يعني كل شيء هذه عباره على مواد معطره كتعطينا ديك الرائحه المميزه للبرودوي ديالنا. غنشوفوا هذا اللي بالكوكو، هذا الابيض هذا نشوف واش نقطو زوينه او لا. حد الان راه لقينا الخضر مزيان، لقينا الكحل مزيان، وكذلك هذا الابيض مزيان زوين بزاف. حتى هو 50 على 100 ما فيش البارابين نهائيا. قال لك سون بارابين نوسيف، حاجه اللي كتحسب لي حاجه اللي جد جيده. باقي لي كومبوزون راهم يعني كلهم عندهم واحد لو ريسك اللي هو فابل، ما عندناش نخافوا منهم. وبالتالي هاد لامارك هادي كما قلت لكم اللي كنا كبرنا معها، وكتبقى واحد لامارك اللي الصراحه رخيصه كيبقاو فيها انواع اللي زوينين كما لاحظتوا زوينين وبزاف. ممكن تستعملوهم وانتم بالكم هاني. هذا هو لا فيديو ديال نهار اليوم، كانت واحد الخلاصه على هاد لامارك. كنتمنى انكم استفدتوا. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش دائما يوصلكم كل جديد.